إذا نشاط من أجل الاحتفاء بالدور الذي تقوم به جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية، والتي يرأسها الدكتور خليل، والذي تلقى تقديرا من طرف الرئيس الصيني على الجهود التي يبذلها من أجل تنمية العلاقات المغربية الصينية على المستوى المدني. الدكتور خليل منذ حوالي 40 سنة وهو يشتغل في هذا المجال، واستطاع أن يطلق عدد من المبادرات، آخرها المبادرات التي تمت في هذه الفترة، والتي مكنت من المساهمة في تنزيل الرؤية الملكية الداعية إلى إقامة وتنزيل شراكة استراتيجية بين المغرب والصين وجمهورية الصين الشعبية. ليس تكريم فقط للشخص أو للجمعية بقدر ما هو تكريم للمغرب ككل، لأنه مجرد اختيار المغرب، يعني اختيار 9 دول عربية وفيهم المغرب من بين 22 دولة، هذا يعني في حد له دلالة وله رمزية يعني قوية جدا. ثم هذا من طبيعة الحال لأنه يتم اختيار المرشحين من يعني السفارة الصينية بالمغرب، فالسفارة الصينية يعني قدمت مجموعة من الشخصيات، ثم قدمت يعني سيرهم الذاتية، وبعد ذلك أن وزارة الخارجية الصينية بعد دراستها هذا السير تختار الشخص. وأنا أعتقد أنه اختيار رئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية لهذا التوشيح هو سببه الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الصداقة والتبادل خلال هذه السنوات الماضية من أجل توطيد العلاقة ما بين الشعبين الصيني والمغربي.